مرحبا متابعيني، شلونكم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. اليوم فيديو صورته لكم. طبعا انا قلت لكم بعيد رحت لاهلي ورحنا لمامي كاظم، فهنا مقتطفات من رحلة لاهلي صورت لكم. هنا بنات ماما كانت مسوية هاي الاكلي. طبعا انا هسه هاي بيتزا بنات، بيتزا. وهنا شاراتين تنظيف وكذا. طبعا 24 ساعة يعني نسوي روتين تنظيف، بس هنا مقتطفات يعني بسيطة صورتها لكم، إن شاء الله تعجبكم. مثل ما تشوفون هنا ثلاجة نظيفة. طبعا بنات مثل ما تشوفون الثلاجة هاي التنظيف مالتها. طبعا بنات ماما مريضة شوية، ادعوا لها بالشفاء وبالصحة، لأن كلش مريضة والله، وتسوي علاج طبيعي همين. بس هاي قبل فترة يعني مصورتهن اني، وهسه يلا نشرتهن، فأتمنى تدعوا لها بالصحة لأن كلش تعبانة ومريضة بنات. وقلت لكم يعني هذا الروتين شوية صار له فترة، كم يوم. ومثل ما تشوفون ذني بنات مثل السنغطة يتخلن بالثلاجة، ذني بيهم فواكه. هسه ورا ما نظفت الثلاجة وماما رجعتهن مثل ما تشوفون، هم انطتني من يمهن انا مخليه بالثلاجة. كلش حلو شكلهن بنات، ينطن شكل كلش حلو الثلاجة. يعني من تبغى الثلاجة بس هاي مالتها هاي الحديد السيبايات، تحسين يعني ما بيها يعني اي روح، شكلها مو حلو. فهذني الجلد مثل ما تشوفون ذني بيهم فواكه، شكلهن كلش حلو وينطر روح للثلاجة. وهنا بنات مثل ما تشوفون كانت ماما مسوية كبة همين، كبة تمن. هنا أنا بنات كلش طيبة بنات. تنظيفات طبعا تنظيف عميق للصالة وللمطبخ الحراري بنات. هذا مطبخ حراري، هذا البيت طباخ الثاني مطبخ حراري مثل ما تشوفون. ماما كانت هنا تسوي غدا. طباخ ذاك جديد بالمطبخ. إذا طلع شوفكم إياه هنا بنات. هذا الطباخ هذا الجديد، هذا هاي التلبيسة بنات، هذا الجديد. ذاك بالمطبخ الحراري شوية قديم بالمطبخ الحراري، وهذا الجديد. وهنا كاونتر شوفتكم قبل من كان بيه شغلات، وهسه تشوفوه بعد التنظيف هو والثلاجة. هنا بعد ما تنظفت الثلاجة وترتبت بهذا الشكل، والكاونتر شفتوه بعد ما ترتب وتنظفوا بهذا الشكل مثل ما تشوفون قدامكم. وهنا هاي التلبيسة مالت الطباخ والاستقبال بعد التنظيف بنات مثل ما تشوفون. طبعا يعني هو النزاكة والتنظيف والترتيب ما يحتاج لأنه إلا بيت كبير أو شي، النظيفة تكون بأي مكان نظيفة.